مع العشاء إن شاء الله راح أعمل شاورما، بس هذه المرة باللحم. يعني بالنسبة لي صراحة الشاورما ألذ باللحم. راح أقدمها بطريقة شوية مختلفة، حتكون بنكهات تركية، وحكتب لكم إن شاء الله مقادير التتبيلة. أنا هنا عندي استخدمت لحم بقري تندرلوين وتبلته ليلة كاملة، حكتب لكم مقادير التتبيلة. أحب أسوي هذه الحركة دائما. الخبز اللي راح أحشي فيه اللحم أحطه شوية فوق اللحم منها ياخذ النكهة وكمان بنفس الوقت يتسخن. شوفوا ما شاء الله الجمال، وما أحكي لكم عن الريحة. دحين راح أحشي الساندويتشات وأرجع لكم. نفسي بس لو توصلكم الريحة يا جماعة. واو، والبصل مكرمل، شرايح فلفل حارة وطماطم. حمرت الشاورما وقطعتها زي كذا. دحين راح أصفها في، عادي تقدروا تصفوها في صينية، في صحن، اللي يريحكم. هنا في فراغ. وهنا عندي صوص الشاورما المعتاد اللي بالطحينة والزبادي، راح أصبها فوق الساندويتش. هنا ذوبت الزبدة والبابريكا. يا سلام يا سلام. وآخر حاجة راح أرش عليها شوية كزبرة. وبكذا الوصفة صارت عندنا جاهزة. بصراحة ماني عارفة ايش اسمها وماني عارفة ايش اسميها، فسموها لي. متأكدة راح تعجبكم، أعرف جوكم تحبوا هذه الشغلات. يلا ندوقها مع بعض. أية واحدة آخذ. هذه شكلها ملغمة صوص. يا ويلي. ما راح أقعد أوصفها وأمدحها لكم، أبغى الطعم يوصلكم، أباكم تجربوها. بس لا تقولوا لي شروق نبى نجربها بدجاج. متأكدة كثير حيقولوا شروق عادي نجربها بدجاج. لا، جربوها باللحم، صدقوني ألذ.